راح نعطيكم اعمال تسوونها بليله راس السنه، اللي يدورون نسوان وشرب وهاي السوالف التعبانه هذا الفيديو مو لكم. ترى طبيعي جدا احنا ما راح نحتفل بس مو مثلكم، وكل عام والمسيحيين بالف خير ويا رب توفيق والنجاح والرزق والهدايه لنا والكم. شوفوا حبايبي، راس السنه هو عمليه توديع السنه الحاليه واستقبال السنه القادمه. زين شلون راح نستقبل السنه القادمه؟ بالاغاني؟ لو بالرقص؟ لو بالشرب؟ لو بالتعرض الى اعراض الناس؟ اكيد لا. حط لنا لايك ومتابعه على السريع ولا تنسوا. تعالوا نكمل الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. تدخل السنه الجديده صادق واخرج من هاي السنه ايضا صادق. سنه كامله تدق وترقص وتتعربد وقالب الدنيا وحارقه حرق، وبعدين تقول ليش الرزق مالتي ما موجود؟ ليش توفيق ما عندي؟ جيب لك كيكه صغيره واحتفل انت وعائلتك، وهاي الكيكه بنيه تعجيل فرج صاحب العصر والزمان، وتحديدا بليله راس السنه او قبل لا ندخل السنه الجديده بنص ساعه. افرج سجادتك واقرا لك قران شويه، صلي شويه، اقرا دعاء شويه، ادعي لنفسك شويه بالرزق والهدايه والثبات على الولايه، وركز لي بهاي النقطه تحديدا الساعه ب11 و55 دقيقه. صلي لك ركعتين، خلي الركعه الاولى بنهايه هاي السنه والركعه الثانيه ببدايه السنه الجديده، وبهيك حاله راح تودع السنه الحاليه بصلاه او تبدي السنه الجديده ايضا بصلاه. اما اذا تريد تاخذ عائلتك وتطلع براس السنه وتحتفل ويا العالم عادي، ما عندنا اي مشكله، ولكن راح اقول لك شنو السيناريو وشنو راح يصير. اولا الشوارع راح تنترس بهواي ناس سكارى، والشخص السكران من تفوت من يمه انت وعائلته شو تريده مثلا ينزل عينه وانت ملبس عائلتك ثياب ما انزل الله بها من سلطان؟ ثانيا راح يتحارشون بعائلتك بهاي الليله شئت ام ابيت، لان بكل بساطه راح تصير الزحامات وما راح تلحق تسيطر على عائلتك، العالم راح تصير مدافع وناس فوق ناس وهوسه وصياح وما تعرف شنو اللي راح يصير، وانت نفسك شخصيا احتمال يتحارشون بيك بحركات غير اخلاقيه وما راح تعرف منو اللي سوى هذا الفعل لان العالم هوسه. ثالثا اكو واي بنات تعبانات راح يلبسن لبس جدا جدا تعبان، وراح تنتشر لهن فيديوهات شلون الشباب يتحارشون بهن وهن زعلانات وضايجات وجاي يبكن. يعني ايش تردين الشاب يسوي لك شو انت لابسه هيك لبس وهو سكران؟ يعني مثلا يقعد يمك ويسجد لك، فاي بنيه يشوفوا لها منتشر لها فيديو براس السنه وهي جاي تبكي لان الشباب جاي يتحارشون بها ويتصرفون وياها تصرفات مو حلوه، لا تنقهرون على الشباب ولا تنقهرون عليها هي ايضا. رحم الله امرئ اجب الغيبه عن نفسه. رابعا تحيه حب واحترام لقواتنا الامنيه اللي جدا راح يعانون بهاي الليله من وراء الشباب الطايشين والبنات الطايشات. صدق الله يساعدكم، تجيب بنيه تقول له هذا يتحرش بيها، ما هي البنيه لبسها تعبان ويروح على الشباب يلقاه صحيح. الله يكون بعونك. وبالنهايه حافظ على سلامتك وسلامه اهلك وابقى قاعد ببيتك. شرفكم كلامي بيه شيء، اذا بيه مشكله حط لنا لايك ومتابعه واكتب لنا جواب بالتعليقات. مجتمعنا بلوى يريد يعيش عيشه ابليس ويموت موته اصحاب الحسين، يا اخي كارثه.